بداية تحية نضالية لمناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار، ونرحب بالمنسقة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار السيدة مباركة بوعيدة، وبالمنسق الإقليمي وبالنائب البرلماني عبد الودود خربوش الذي بالمناسبة يفتتح اليوم مكتبا للتواصل. بداية نهنئ أنفسنا بهذا المكسب، مكسب هذا النائب الشاب والذي أعرفه من الجامعة وأعرف طموحه ومقدراته الفكرية والثقافية، وأظن على أن غوليميم اليوم تفتخر بهذا النموذج الذي يصدره حزب التجمع الوطني للأحرار وتصدره أيضا هذه المدينة. سئمنا من الأشكال النمطية للبرلمانيين السابقين الذين لا يتقنون إلا فن الغياب أو النوم داخل البرلمان دون أن يحركوا ساكنا لمدة 6 سنوات. نحن اليوم أمام لا احنا ما ذكرنا التحدي بالاسم، كنقولوا اليوم أمام نموذج جديد، لأطر نريد منها إيصال مجموعة من الرسائل السياسية ورسائل الساكنة. نريد منها أيضا أن تكون فاعلة داخل المؤسسة التشريعية، وأن تطرح أسئلة محرجة وحرجة للرأي العام الوطني. وأظن على أن هذه المهمة قادر السيد عبد الودود خربوش على أن يقوم بها. طبعا هذا الشق الثاني هو كما يقول الفقهاء المناسبة شرع، واليوم كما تعلمون تم انعقاد أو عقد الدورة العادية لمجلس جهة غوليميم ودنون كما هو باقي جهات المملكة المغربية. ولكم أن تتفحصوا أو تتصفحوا مواقع التواصل الاجتماعي وترون على أن 11 جهة في المغرب أغلبها مرر جميع النقاط في جدول الأعمال بالأغلبية. إذا السؤال الذي يطرح داخل الجهة هو لماذا هذا البلوكاج اللي وقع في جهة غوليميم ودنون، وما هي الأسباب الحقيقية؟ بقراءة سريعة للواقع داخل هذه الجهة نقول على أنه نحن منذ تولينا هذه الجهة ونحن نواجه بلوبي منظم ومهيكل. هذا اللوبي للأسف كبر بين أحضانكم وبين أحضان هذه الجهة، وتشبع بمبادئ وقيم لا تمت إلى الإنسانية بأي شكل من الأشكال. هذا نموذج للفساد، نموذج للإثراء غير المشروع، ونموذج لأشخاص اغتنوا من المال العام وألفوا هذا الاغتناء. وربما حينما نزعت منهم مقاليد الرئاسة داخل جهة غوليميم ودنون أصبحوا اليوم يضعون قشور الموز أمام التنمية داخل هذه الجهة. المتضرر الحقيقي اليوم ليس عبد الرحيم بوعيدة، لأن الجهة لا ترتبط باسم معين، الجهة مؤسسة هي للساكنة وجاءت لخدمة الساكنة. ولكم أن تتساءلوا كيف يمكن لأي شخص كيفما كانت طموحاته المادية والسياسية أن يرفض طريق سيارة، طريق سريع، فقط لأنه لم يمر من محاذاة مشروع له، أو لم يغتني منه، أو لم تكن له منفعة. ولكم أيضا أن تتساءلوا كيف لشخص يرفض مستشفى جهوي فقط لأن هذا المستشفى لم يبنى فوق أرضه. ولكم في مرجان، ولكم في العديد من المشاريع داخل غوليميم نموذجا صارخا لطغيان هذا الشخص ولفساده ولعدم مساءلته وعدم القدرة على المساءلة ديالو، كأنه أصبح فوق القانون. منذ أسبوع فقط كان هناك اجتماع وزاري وخرج بلاغ واضح يقول فيه صاحب الجلالة أن المشاريع الملكية يجب أن تبتعد عن الصراعات السياسية الضيقة للأشخاص، ويجب أن تكون بمنع عن كل مناقشات. واليوم للأسف يأتي الجواب أيضا من المعارضة للمجلس الوزاري ولكل القرارات التي تصدر من المركز، وكأنهم يقولون على أنه لا تنمية ولا مصلحة داخل جهة غوليميم ودنون، وكأنهم يريدون أن يبعثوا برسالة على أننا بصدد حسيمة بيس أو حسيمة في نسخة جديدة. نحن نقول على أننا الفتنة نائمة ونعلى الله من أيقظها، والمنتخبون صفة عامة دورهم هو محافظة على السلم الاجتماعي، هم جزء من هذا السلم الاجتماعي. والسلم الاجتماعي يكون بالتنمية، يكون بالرؤى التشاركية لجميع الفاعلين السياسيين داخل هذه المنطقة، ولا يكون بإذكاء أو صب
الزيت على النار. ما وقع اليوم هو إذكار للفتنة، ما وقع اليوم هو بث للخوف ولفقدان الأمل داخل جهة ولي مودنون، لا لشيء إلا لأن شخص معين يريد أن يتسيد على الساكنة ويريد أن يكون هو رقم واحد داخل هذه الجهة. نحن نقول له أننا سنقاوم الفساد لأن هذا منطلقنا وهذه مرجعية ثقافية، وسنظل بمعية الأغلبية المتبقية نظل مترصين حتى نوصل هذا الشخص إلى المكان المناسب الذي يليق به. ولا يوجد أي مكان مناسب أفضل من سجن حكاشات، ولا يوجد أي مكان مناسب أفضل من طرح أسئلة حقيقية ومحرقة عليه. هو كيف لهذا الشخص في ظرف 13 سنة أن يراكم كل هذه الثروة دون أن يسأل أحد أين مصدر هذه الثروة؟ أنا بصفتي أستاذ جامعي وبصفتي فاعل سياسي أكرر هذا السؤال: من أين لك هذه الثروة؟ ما هو مصدر هذه الثروة؟ من أين لك هذه القوة؟ من أين لك كل هذه الأشياء التي أصبحت تتملكها؟ إذا هذا السؤال خاصنا نطرحه عن نفوسنا، وخاصنا بحال هاد الأشخاص هذو ما تليناش نقوم، ما تليناش ننتجوا نماذج أخرى داخل هذه الجهة. أظن على أن النهاية اقتربت لأنه هذا الرفض هذا اليوم هو يعني توقيع لشهادة الوفاة. وأظن على أن الندوة المزمع تنظيمها مع الساعة 7 في الغرفة الفلاحي، ولا أعرف بأي صفة تفتح في وجوههم هذه الغرفة، هو بمثابة المثل الذي يقول كيقتلوا الميت وكيمشوا في جنازته، كاتلين التنمية مع ال 12 ديال النهار وجايين يستبقوا ويقول لك راه احنا ودرنا والرئيس دار. أنا أتحداهم أن يثبتوا أي شبهة فساد على الرئيس، وأتحداهم أن يثبتوا أي شيء يشير إلى الرئيس وإلى مكتبه المسير وإلى أغلبيته. ولكن إذا أردنا أن نفتح ملفاتهم جميعا، سواء عبد الوهاب الفقيه أو الأشخاص المتحلقين بحوله، أقول لهم جميعا وأعرفهم بالاسم واحدا وأعرف مصادر ثروتهم وأعرف كيف كانوا في الماضي. أتحداهم جميعا أن يثبتوا مصادر هذا الاغتناء السريع على حساب الساكنة، وإلا بغاونا رانا موجودين للمعركة ولفتح الملفات، وراه ما كيخوفنا حتى شي حاجة لأننا أيدينا نظيفة، وسنظل إن شاء الله نضاف حتى نغادر هذه الجهة بعد انتهاء ولايتنا. ولا يستطيع أي أحد أن ينزعزعنا عن كرسي الرئاسة سوى الله ومن بعده الساكنة. إذا انتهى الكلام، والسلام عليكم.